العيبه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. اسمع الفيديو ده كده، واحد من هزازين الرؤوس في مجلس اداره نادي الزمالك القديم، ولكن ما تنساش اللايك والشير يا حبيب اخوك. ومع بلاك بولز في تأديب وتهذيب إمام عاشور. إمام عاشور صاحب البالونة البيضاء اللي يعني نفخ البالونة ثم دهسها بالقدم. مشهد مسيء، مشهد يعني أصاب الجمهور الزمالك بالغيظ والألم والوجع. فجمهور الزمالك ما سكتش، فهتف لي إمام عاشور يعني نوع من التأديب والتهذيب. فقال له إيه؟ لسه مصمم إن يتصيط، يرجع يشكي ويرجع يعيط؟ لمه يا حافظ، عقل فيه، قول له البيه خليه يربيه، قول لي البيه خليه يربيه. يعني جمهور الزمالك هتف ضد امام عاشور اللي يرتكب مشهد مسيء ويواصل استفزازاته لجماهير نادي الزمالك. فعشان كده هتف، قال له لسه مصمم انه يتصيط، يرجع يشكي، يرجع يعيط؟ لمه يا حافظ، عقل فيه، قول لي البيه خليه يربيه. الجماهير بس أدبت ده إمام عاشور. تخيل تخيل، ده واحد من هزازين الرؤوس. تخيل ده الإعلام بتاعهم. أمال الجمهور عامل إزاي؟ له حق الجمهور والله يمشي ورا الإعلام بالشكل ده. ده واحد من هزازين الرؤوس بتاع مجلس إدارة نادي الزمالك القديم، يعني اعمل كده يعمل كده، ودي كده يودي كده. معانا علينا عليه.